اللي هي فكرة الموضوع الدولي بتاع كورونا تلاه موضوع روسيا. احنا كنا لسه هناخد الخطوة بتاعة التصنيع، لأن التصنيع هو الأساس اللي كان هينقذ مصر. وبدأنا مؤخرا الدولة متمثلة في رئاسة الوزراء وفي رئاسة الجمهورية بدأوا يشتغلوا على النقطة دي تحديدا. كويس. زي ما بيقولوا في الفلسفه يعني، او في الامثال الشعبيه بتاعتنا، يقول لك ايه؟ ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. معايا؟ فاحنا بدانا في فكره التصنيع مؤخرا، مع ان احنا كمدينه صناعيه مدينه المحله احنا كنا كهيئه بنخاطب دايما في عملنا وفي شغلنا القيادات العليا بان مدينه المحله مدينه صناعيه يجب الاهتمام بالمصانع بتاعتها. وبالتالي كان نتيجه لده الحمد لله يعني ان شاء الله هيبقى في مصنع كبير في المحله، وفي مصنع غزل 4 اللي تم افتتاحه. يعني لو حضراتكم يعني حد منكم تابع الشركه، في مصنع غزل 4 تم افتتاحه واشتغل كويس. فكره الضغط اللي حاصل على الاقتصاد المصري اكيد ده نتيجه الديون ونتيجه الفوائد بتاعتها، لا ينكر ذلك الا اعمى. معايا؟ يعني محدش ينكر ده الا حد بيقول لا ده انا مش شايف الشمس. لكن هل احنا انتبهنا؟ بدانا ننتبه مؤخرا. السياسه المصريه بدات تتجه الى فكره اللي هي التخارج من القطاع العام. يعني فكرة القطاع العام والقطاع الأعمال والكلام ده بدأت الدولة تتخارج منه وتدخل مكانها قطاع خاص. نتفق أو نختلف، ده شغل الرأسمالية. لأن إحنا كاقتصاد مصري بنعمل في سكة الرأسمالية. صح ولا غلط يا ست اللي هو؟ يعني هي ديت إحنا متجهين في اتجاه فكرة الرأسمالية. نتمنى من الله ان القيادة الاقتصادية اللي تقود الاقتصاد المصري انها تسير في اتجاه الرأسمالية الاجتماعية، اللي هي تكون ليست رأسمالية اجتماعية متوحشة كرأسمالية الغرب، لان لازم يكون في وقفة من الحكومة مع اللي هم محدود الدخل زي ما بيقولوا. صح؟ فده يجب ان يكون. اتفضل. طبعا الكلام قيم جدا وجميل. الله يخليك. فكره التخارج اصلا فكره لا باس بها، مش وحشه. مشروع بيخسر